صباح الفل. في فيديو النهاردة هنعمل الجبنة الكريمي. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا ومن رتل حليب بس. هنعمل حوالي كيلو وربع من الجبنة او مقدار 4 كوبايات كبار من الجبنة. هنعمل 4 كوبايات كبار من الكوباية اللي احنا بنشتريها زي اللي حضراتكم شايفينها بالظبط دي، وهتطلع زي بتاعت بره واحلى كمان. يلا نشوف الطريقة مع بعض. عندي هنا كيلو من الحليب، لازم يكون كامل الدسم علشان يديكي افضل نتيجة. اول ما هنحطه على النار ويبتدي يغلي معانا، هنكون مجهزين معانا 3 معالق كبار من الخل. هنجيب 3 معالق كبار بس. اول ما الحليب بتاعنا او اللبن يبتدي يغلي خلاص هو داخل على الغليان، هنفضي الخل وهفضل اقلب فيه 2 3 لحد ما يقطع معانا ويبقى بالشكل كده. يعني احنا عايزينه يبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنيجي بقى المكون بتاعنا اللي هيدينا جبنة كريمي وهيخلي المكون بتاعنا زي بتاع بره واحلى كمان، اللي هو النشا والدقيق. هجيب 4 معالق كبار من النشا ومعلقتين كبار من الدقيق، وهحط عليهم حوالي ربع كوباية من المية، وهدوبهم كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعدين بقى هدوب الخليط كويس وهنزله بقى على اللبن بتاعنا وهو بيغلي كده زي ما حضراتكم شايفين. وهنقلب بقى كويس جدا. اثناء ما هنقلب مع بعض كده، احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نسوي النشا بتاعنا والدقيق، بحيث ان طعم النشا والدقيق ما يبقاش باين خالص في الجبنة بتاعتنا. فانا هقلب كويس خالص. اول ما يبتدي يتقل زي ما حضراتكم شايفين كده، بصوا الخليط بتاعنا تقل ازاي. بس ما تخافيش خالص من التكتلات دي، يعني ما تقوليش ان كده الوصفة باظت، لا ده هي لسه هنكملها مع بعض وهتشوفي معانا هتبقى عاملة ازاي. هقلب كويس جدا، وبعد ما تتأكدي ان النشا بتاعك والدقيق استووا، يعني ما بقاش فيه اي طعم نشا او دقيق وغلى كويس، هناخده وهو سخن كده على شفشق الخلاط. هنحط الخليط بتاعنا كله في الشفشق بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ولازم الخليط بتاعنا نحطه وهو سخن علشان ناخد منه افضل نتيجة ويبقى كريمي معانا. هنجيب بقى المكونين اللي هيخلوا الجبنة بتاعتنا زي بتاعت بره وطعمها رهيب. يعني حوالي شريحتين كبار من الجبنة الرومي، ومعلقة كبيرة من الزبدة، ومعلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة من السكر. وممكن نستبدل الزبدة ب3 معالق كبار من الزيت حسب ما حضراتكم عايزين. بس الزبدة بتديها طعم حلو جدا جدا وبتخليها زي بتاعت بره بالظبط واحلى كمان. هنبتدي بقى نضرب كده ونستنى شوية، وبعد كده نرجع نضرب تاني لحد ما الخليط بتاعنا يبقى كريمي ويبقى ناعم جدا ويبتدي يتقل معانا. بقى اول ما يبتدي يتقل معانا واحنا مشغلين الخلاط بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، يعني نريح الخلاط كده 2 3 ونرجع نشغله تاني لغاية ما الجبنة بتاعتنا تبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بصوا الجمال، يعني مفيش احلى ولا اجمل ولا اسهل من الطريقة دي. وكمان والله لما تجربوها وتدوقوا طعمها كمان هتحسي ان انتي بتاكلي نفس الجبنة الكوبايات اللي احنا بنشتريها بقى. يعني بصوا دلوقتي الجبنة بقى سعرها كام، يعني حضراتكم طبعا عارفين بقت الكوباية دي سعرها كام دلوقتي. تخيلي بقى ان انتي كيلو لبن وكام قطعة من الجبنة الرومي ومعلقة كبيرة من الزبدة هتعملي الجمال ده. يعني محدش يقولي ان هيبقى طعمها شبه المهلبية، لا ده هي حلوة، ده هي جبنة وطعمها قشطة. طعمها حلو جدا جدا عشان اللبن بتاعنا يعني دسم وفي نسبة دسامة كتيرة، فمدينا طعم حلو جدا مع معلقة الزبدة بقى اللي احنا حطيناها وقطعتين الجبنة الرومي، هيدونا طعم رهيب رهيب زي اللي حضراتكم شايفينه ده. ان شاء الله لما تجربوا الوصفة دي هتعملوها وهتدعولي. مع السلامة.